السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا قطايفي؟ نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. داووا مرضاكم بالصدقة. أيوة، داووا مرضاكم بالصدقة. هحكي لكم حكاية بتتكلم عن الصدقة ومفعولها القوي جدا. كان في واحد كويتي، راجل كويتي غني جدا 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 جدا. الراجل دوت تعب فراح وعمل فحوصات وكده واكتشف ان عنده ايه؟ فشل كلوي. فلازم ان هو حد يتبرع له لان هو كده خلاص مش هينفع يعيش دوت يا اما هيغسل. فاضطروا ان هم يدوروا في كل القرايب والعائله وكده ويعملوا الفحوصات اللازمه عشان يشوفوا ايه المتبرع اللي هينفع ان هم يتبرع له. فكل النتائج طلعت سلبيه، مفيش ولا شخص من الاسره او من العائله كلها طلع ايجابي ان هو يتبرع له. فاضطر ان هو يدور بره. فهو عرض ان هو هيشتري كيت اي متبرع ب70,000 دولار. فدوروا كده فلقوا المتبرع وكده. فهو يوم العملية خلاص هيتبرع، قال لازم اشوف المتبرع. قالوا لا مش هينفع، وصمم على رأيه ان هو لازم يشوف المتبرع يا اما مش هدخل العملية. فجابوا له المتبرع، طلعت بنوتة وعندها 20 سنة. قال لها انت عايزة تتبرعي بكليتك ليه؟ ليه يا بنتي؟ ده انتي لسه صغيرة، ايه اللي وصلك لكده ومش كده؟ قالت له انا ابي توفى وانا اللي بصرف على اسرتي كلها، واحنا كنا ايتام وبنات وما عندناش راجل يصرف علينا، وامي ست كبيره ومريضه. فقال لها خلاص خدي ال70,000 دولار وروحي، وانا مش هاخد كليتك، وانا مش عاوز منك اي حاجه، وخدي الفلوس. انا قالت له لا. قال لها لا، دي انا بقولك واسمعي كلامك، انا من سن والدك ولازم تعملي اللي بقولك عليه. فالبنت فرحت جدا جدا واخدت الفلوس ومشت ودعت له، واخدت الفلوس من فرحتها وراحت تفرح مامتها. انا جبت فلوس كتيره من غير ما اعمل عمليه، وصاحب العمليه تبرع لي بيها وقال لي انا مش هاخد كليتك وديت مني ليكي هديه. ومامتها واخواتها فرحوا قوي ان اختهم جات لهم بالفلوس وسليمه بدون ما تتبرع بكليتها. ومامتها واخواتها وكلهم فضلوا يدعوا كتير 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 كتير، ويصلوا ويدعوا له ويحمدوا ربنا ويشكروا ربنا ان ربنا وقف لهم ابن الحلال دوت. بس الدعاء دوت فعلا كان كله في ميزان حسنات، وربنا عوضه بكل خير، لان الدعاء كله من قلوبهم وبفرحه برضا وطمأنينة وفرحة إن الدنيا لسه فيها خير وفي حد بيقف قدام جنب الناس كده، وربنا فعلا شفاه. وهي بقت في وسط أهلها فرحانة ومطمنة. وبعد كده وهو كمان ماشي. بعد كده راح يعمل فحوصات. الدكاترة قالوا انت تحاليلك كلها انك انت كويس ومفيش اي تعب، ولا اكن الكلية اصلا تعبت في يوم من الايام. شفتوا مفعول الصدقة عمل ايه؟ ربنا شفاه بدون هو ما يعمل اي حاجة، بس هو تصدق. هو كده كده كان عامل العملية بالفلوس دي، فهو طلع الفلوس لوجه الله بدون اي حاجة، بس هو كان بنية صالحة خالصة لوجه الله تعالى. ربنا اكرمه وفرحه وما حصلش ان هو يعمل العملية. في قصة تانية برضو عن الصدقة الخفية ومفعول الصدقة الخفية. كان في راجل ميسور الحال ويعني ظروفه المادية كويسة، كان عند الجزار بيجيب لحمة وكده. ففي ست كبيرة بتاخد العظم، بتسأل على العظم وبتاخد العظم. فالراجل قال له هي بتاخد العظم كتير كده ليه واقفة ومستنية ومحروجة؟ يعني هي بتاخد العظم ده بتعمل بيه ايه؟ فقال له لا، ده هي ست غلبانة وبتاخد العظم ده وتعمل بيه حبة شوربة لولادها، وهي أرملة ما زوجها متوفي. قال له خلاص أنا عاوز حاجة منك بس تبقى سر ما بيني وما بينك محدش يعرف ولا حتى هي. كل أسبوع تدي للست ديت 2 كيلو لحمة أو كيلو لحمة بدون ما تعرف تأمين مين اللي بعتها أو ليه وكده، وديت بيني وبينك وأنا مش عاوز أي حد يعرف. فهو الراجل بالجزار بقى يديها كل اسبوع الكيلو لحمه، والراجل بقى دوت ايه بقى عادي بيحاسب عليها مع حسابه وناسي. ففي كان الراجل دوت عنده مشاكل كبيره في شغله، وكان عنده ابنه عاصي جدا. ابنه
مرة واحدة ربنا هداه وبقى ملتزم ويسمع الكلام كده. والراجل بيقول هو ابني كده، وكده يقول له انت صاحبت؟ يقول له لا يا بابا، انا ربنا هداني الحمد لله، انا حلمت باحلام ان انا لازم اقرب من ربنا. وبقى الراجل بقى فرحان بقى ويقول في نفسه ديت جزاء الصدقة الخافية. والمشاكل اللي في شغله كلها انتهت وبقى الشغل جميل ومفيهوش اي مشاكل، وربنا فتحها عليه اكتر. يعني هو طلع كيلو لحمة في الاسبوع، ربنا رزقه بلا حدود، اضعاف مضاعفة. فهو بقى يشكر ربنا ويحمده قد ايه فضل ربنا عظيم، فرحته بان ربنا عطاه كبير، لان هو فعلا كان بيعمل ده بنية صادقة ومن قلبه بدون رياء لله عز وجل، وبإحساسه الصادق ان هو حس بالناس ان هي معاش وهو واقف جنبها. فربنا عوضه خير بإحساسه وصدقه مع ربنا وخلاصه دوت، ربنا رزقه وعوضه في شغله وفي ابنه ربنا هداهوله. وربنا يرضي عنا وعنكم جميعا ان شاء الله، يفرحنا ويفرحكم، وداووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة مفعولها كبير جدا. أجر الصدقة في قبره منورة ازاي، يتمنى يرجع للدنيا ويتصدق ولو صدقة من جمال الصدقة وأجرها ونورها في قبره. والاختبار الأخير احنا خلاص قبرنا مش هينفع نرجع تاني، يتمنى يرجع بس ونتصدق صدقة. ربنا يهدينا كده ويردنا إليه ردا جميلا ونتصدق. والنفس الشحيحة ربنا يكفينا شرها، لأن الإنسان بطبعه بيحب الدنيا وبيحب المال ويفتكر إن المال ده لا، ده هو اللي بيصدقه، هو اللي مستنيه، هو النور هو اللي هينفعه. الصدقة مفعولها في الدنيا خير وفي القبر وفي الآخرة نور. اللهم نور قبورنا، اللهم اهدينا وردنا إليه ردا جميلا يا رب العالمين. اصلح حالنا واكبر بخاطرنا يا رب، وفرحنا ويفرحكم جميلا. واللي وصل لنهاية الفيديو دعوة حلوة كده، ربنا يفرح قلبك ويفرحنا كلنا ودعوة حلوة كده في الكومنت.